في مجتمع الرافضة يسمعونك سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن والغمز كل يوم، وأنت تسمع الأبي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ربما مع الأيام يبدأ الإنسان يطاوعهم عياذا بالله ويمشي معهم ويصدقهم من كثرة الشبهات. بل يا أخوة، نحن في جبهات القتال، في الحدود الأمامية، في الخط الأمامي، في جبهات القتال، لكثرة ما يبث الحوثة الكلمات والشبهات إلى أن تصل إلى متارس المجاهدين. صرنا الآن نناقش بعض من هم معنا في الجهاد ضد الرافضة، وإذا بينكر عذاب القبر، لأن الرافضة أورد شبهات إنكار عذاب القبر. وإذا بنا نسمع من يقول عن الرافضة أنهم إخوة لنا، وأنهم القتال بينه وبينهم إننا فقط من أجل جنوب شمال، ما هو قضية دينية ولا عقدية. نسمع هذا الكلام وهذه الصيحات. من أين تأثروا؟ تأثروا من الملاقاة، مع أن ملاقاة والأصابع على الزنا كانت الملاقاة معهم، والزيارات واللقاءات وحضور الندوات وحضور اللقاءات والكلمات. ألا يتأثر المسلم؟ ألا يتأثر؟ فإذا به يطعن في أبي بكر، في عمر، يطعن في عثمان، إذا به يطعن في أبي هريرة، إذا به يطعن في معاوية، إذا به يطعن في عمرو بن العاص. ألا يتأثر؟ ألا يتأثر الناس اليوم عندما رأوا الحوثي كذبا وزورا، الحوثي يرمي بأسلحة عبث فقط، المقصود منها تدمير اقتصاد اليمن، المقصود منها جر الغرب الكافر اليهود والنصارى، جرهم إلى ضرب اليمن وضرب اقتصاد اليمن وضرب الموانئ وضرب البنية التحتية. الحوثي شعاره اقتلوني واقتلوا مالك المعن، الحوثي شعاره اقتلوني واقتلوا مالك المعن، تدمير اليمن، لأن مشروع فارسي ليس مشروع عربي ولا مشروع إسلامي ديني أبدا. فبعض الناس رأى أن الحوثي يرمي أعداء الإسلام اليهود والنصارى الذين هم إخوانه، يرميهم بصواريخ، وأنه ضرب إلى تل أبيب، وأنه كذا. بدأ ناس ممن يقاتل الرافض في صفوفهم بدأ يتعاطف معه، وأنه فعل ما لم تفعله دول التحالف، وفعل ما لا تفعله مصر العظمى، وفعل. هذا لعب يا عباد الله، هذا لعب على الجهلة. أما الذي يعرف ويدرس ويفهم واقع الرافضة لا تنطلي عليه. أقول بعض الناس انطلت عليهم هذا الأمر وظن أن الحوثي في شعاره الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، أنه صادق في هذا الشعار، أنه صادق في هذا الشعار. يا عباد الله، هذا شعار وضع، شعار ألفاظهم مقتبسة من كلمات عربية إسلامية، وحقيقة هذا الشعار الموت لأمريكا أي لحكام العرب، الموت لإسرائيل أي للسنة، لأنهم عملاء الصهاينة عند الرافضة، واللعنة على اليهود أي كذلك لجميع السنة خصوصا العلماء، والنصر للإسلام النصر للفرس لإيران. هذا الشعار وضع، هذا الشعار وضع.